السلام عليكم، شرايكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. ولا فيديو هذه تلقاكم في احسن الاحوال يا ربي. فيديو جديد، وصفه جديده، فكره جديده. قبل ما نبداو لا فيديو تاعنا، اذا جيت خفيفه على قلبكم ما تنساونيش بالجيم وابوني ايبي سورتو البارطاج. راح نوجد معكم اليوم كيكه ولا جينواز ولا طرطة التفاح، تجي بنينه ما شاء الله. نحبو ناكلو الفاكهه في وقتها، دوكا وقت التفاح صافي نستغلوه. درت لكم هاد الكيكه بالتفاح، تجي بنينه ما شاء الله. هنايا عندي درت السكر اول حاجه يذوب، ودرت ثاني الزبده تذوب. دوك نعطي لكم المقادير. هنا 4 حبات تاع البيض. البيض انا تاعي صغير صافي، دوك من بعدا ونزيد وحده. نتوما اذا كبير ديروا 4، واذا صغير ديروا 5. 150 غرام تاع الفارينه، 150 غرام تاع السكر، وباكي تاع لا لوفور، و150 غرام ثاني تاع الزبده. كلشي 150 غرام. هاد المقادير مضبوطه، وتجيك الكيكه تاعك ولا طرت التفاح تجي بنينه ما شاء الله، وتجي خفيفه كيما لاجينواز. الوصفه هذه نعتمدها ثاني كي نبغي ندير لاجينواز، ندير نفس الطريقه وتجيني لاجينواز تاعي خفيفه ما شاء الله. هنا درت الفاني السائله، ودرت ثاني الخميره تاع الكاطو، درت باكي. هكا ندير كلشي في فرد ضربه ونضرب مليح مليح كيما راكم تشوفوا هكا. انا دوكا شفت بلي الخليط تاعي جاني شويه ثقيل وما طلعليش، صافي نزيد له حبه تاع البيض. هكا يوليو عندي خمسة بصح صغار. نتوما اذا البيض تاعكم كبير صافي تكتفيو ب4. 150 سكر، 150 غرام سكر، 150 غرام فارينه، باكي تاع خميره، وتتحصلي على اجمل ولا احلى طرت التفاح. هكا نطلع مليح مليح الخليط تاعي. الوصفه هذه لازم بالباتور ولا بالبيترا باش يطلع لكم الخليط مليح مليح. هكا دوكا ما بقى لي غير نطلع مليح مليح. ودوكا حنقطع التفاح تاعي. نتوما اي تفاح عندكم بغيتو ديروه مربعات ولا بنفس الطريقه باش يعطي لكم الشكل شباب. انا كيما راكم تشوفوا ما درتوش رقيق بزاف، مع يطول في الفور باش ما يذوبليش، باش يقعد محافظ على القوام تاعو. هكا انا 2 حبات تاع تفاح كفاوني. دوكا نجيب المول تاعي اللي يروح الفور، درت بابي كويسون من تحت، وفي الجوانب درت له الزبده. هنايا الكراميل تاعي كيفاه درت له، ذوبت السكر وزدت له مغرفه كبيره تاع الزبده، و2 مغارف كبار تاع الكريم فريش نسخنهم ونزيدهم على الكراميل، باش من بعد كي نقلب الكاطو تاعي ما يجينيش الكراميل تاعي يابس من الفوق. دوكا ما بقى لي غير نستف التفاح. نتوما ما بغيتو ديروها بالتفاح، بغيتو ديروها بالتشينا ولا بالاناناس ولا بالبنان. مادام نروق التفاح صافي، علاه ما نديروش التفاح. الفاكهه مليحه كي نستغلوها في وقتها. هكا نستف التفاح تاعي مليح مليح. والكراميل ما تنساوش ديروا له قرصه تاع الملح باش يجيكم بنين. هكا نستف التفاح تاعي مليح مليح باش كي نقلب الكيكه تاعي ولا الكاطو تاعي يجيني شكل شباب. هكا شوفوا القوام تاعي يجي قوام كريمي ما شاء الله. نصب هكا الكيك تاعي، والطياب تاعو يشد 45 دقيقه على درجه حراره 160. واذا نتيا كل واحد الفور تاعو ما نديروش، نسخنوا الفور مليح مليح ومن بعد نقصولو باش طيب لنا مليح مليح وتاخذ وقتها في الطياب. شوفوا الكيك تاعي كيفاه جا طاب ما شاء الله، يجي خفيف ما شاء الله. بغيتو تقسموه هكا على 2 وديروا له لا كريم شونتيي من الداخل، ومن بعد ترجعوا الشكل تاع الفوقاني، ولا تخليوها كيما راهي تجي مشربه، تجي طريه وبنينه ما شاء الله. شوفوا الكيك تاعي كيفاه طابلي كيما من الفوق كيما من تحت. لازم ياخذ وقته في الطياب باش يجي بنين وما يجيكمش معجن من الداخل. هكا دوكا نحي البابي كويسو تاعي من الفوق. هكا لازم نسايس الكاطو تاعي باش يخرج لي الشكل تاعو مليح. شوفوا كيفاه جا الكاطو تاعي يجي بنين ما شاء الله، ويجي مشرب. بغيتو تزيدوا ديروا هكا دي غوزاز تاع لا كريم شونتي من الفوق، ولا تخليوها كيما راهي شابه راهي بنينه ما شاء الله.
ان شاء الله تسيو الوصفه هذه باسكو تجيكم بنينه وتستاهل تسيوها. دوكا ما بقى لي غير نقسم لكم شويه باش تشوفوا كيفاه جاتني من الداخل. انا الكيك تاعي مازال سخون، نتوما خليوه يبرد فيه خاطرو. انا بغيت باش نوري لكم برك شوفوا كيفاه يجيني من الداخل. القوام تاع الجينواز يجي ما شاء الله. شهيتكم في الصحه، شهيتكم في الجنه. سلام.